الافريقي اضافه الى المهدي مبارك رقم 19 وحارس المرمى الحارس الدولي المهدي بن عبيد اظهر حضور كبير رغم يعني الغلطه التي ارتكبها في بدايه المباراه، ولكن اظهر امكانيات كبيره. وهذا هو القائد، هذا هو النجم المغربي المعروف نور الدين مرابط الذي طبعا يحمل شارة القيادة بالنسبة لفريق الوداد. كما ذكرت طبعا أنور فقط تبديل وحيد بالنسبة لبن هاشم. تشهد التشكيلة تغيير الجهتين اليمنى واليسرى، يعني شفنا الهدف جاء على الجهة اليمنى من دفاع فريق الوداد. موفي ما كانش موجود للتغطية، نشوفوا كيفاش الكرة كانت في الوسط ثلاثية كانت، يعني يلديز يعطي الكرة ومن ثم يعاود ياخذها. ثنائيه كانت العمليه ما بين يلديز وكيفران تورام، يعاود معها الكره. شوفوا بلمسه واحده يعني وكانها لمسه يعني في المدافع بوتويل. بالفعل المدافع بوتويل مس الكره ويغالط حارس المهدي بن عبيد. هدف نوعا ما. بالفعل هدف يثير الضيق، وواضح ان المدرب يعني متضايق. بن هاشم كرة لمسها بوطويل، وطبعا هو كان يحاول قطعها بالنسبة لفريق الوداد رغم انه العملية بتسديده. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على التركي، يا سلام. كينان لا احد قادر على ايقاف كينان يلدز. هذه تسديدة هائلة قوية بالفعل تهز الشباك وتعلن الهدف الثاني ليوفنتوس. كينان يلدز امكانيات اكثر من رائعه يقدمها هذا اللاعب التركي. كينان يلديز لاعب تركي واعد. شفنا الكرة الأولى، الهدف الأول كان سجله يعني بعد ما لعب ثنائية مع زميله في وسط 18 متر. المرة هذه نلقاوه على خط 18 متر فريق الوداد، ياخذ الكرة يعمل الترويض، يرفع راسه، يشوف تمركز الحارس، يشوف المرمى قدامه، ومن ثم يسدد تسديدة قوية دون ترويض لمسة واحدة، تسديدة قوية في زاوية صعيبة على الحارس المهدي بن عبيد. وهنا مرة أخرى نقطة استفهام كبيرة بالنسبة خاصة للاعبي ارتكاز فريق الوداد. ماناش قاعدين نشوفوا في ضغط من قبل لاعبي الوداد على حامل الكرة، وكالعادة مصدر الخطر هو في المباراة. دي كرة بينية حلوة. يلا جول. لورش يعيد الوداد بهذه النهاية الرائعة. هدف رائع، ولكن أيضا التمريرة من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين كانت رائعة. لورش كبير، لاعب كبير، إمكانياته كبيرة، وشاهدنا يا عين عليك يا مرابط يا معلم. ما هذه التمريرة وما هذه النهاية من لورش من المباراة الماضية مع السيتي أعطانا انطباع إنه حيسجل. بتبيعة خالد، يعني نشوفوا العملية، شوف الهدوء، يعني شوف كيفاش داخل منطقة الجزاء. حولها المدافع إلى ركنية، حولها سافونا إلى ركنية لفريق الوداد. كرة عالية، تمركز عند العمود القريب ويتقدم من جديد. هذا جيرمي فيريرا، ثاني كرة يتقدم ويلعبها بالرأس من بداية المباراة، يتصدى للكرات الثابتة. الكرة عالية رأسية. ماينرز كونسيساو كان متشنجا نوعا ما في أواخر الشوط الأول. ماكيني هو اللي يخرج خالد. ويستون ماكيني، نعم. نشاهد كومباينرز هل سيقوم بأدوار دفاعية أكثر أم أنه إيغور تودور طلب منه بأن يساند الهجوم أكثر في الشوط الثاني. هنا الحديث ما بين عالية تمر وبالراس. يا على القائم يحرم يوفنتوس من هدف ثالث من مسافة قريبة. من هذا الذي تقدم هذا اللاعب؟ فرصة والعرضية والثالث. كولو مواني أمام المرمى، ضاعت منه هذه الكرة. كولو مواني، ما هذا؟ هذه محاولة خطيرة. يلا يا مرابط العرضية وكانت كرة السومة. هذه خطورة السومة في متابعة الكرات. ها هي كرة عرضية ما خطير بالراس، وهذه التسديدة من بعيد. الله، حلوة من اللاعب الخطير لورش صاحب هدف الوداد الوحيد في المباراة. يتحرك لورش، ولكن تسديدته كانت قوية ولكن محاذية اليسار. يتقدم كرة خطيرة مر. يا سلام، أكيد هدف. لعيب كينان هاتريك.
كينان يلدز هاتريك للاعب التركي. لعيب لعيب لعيب. الهدف الجميل يفرض نفسه بكل تأكيد. استلم الكرة، راوغ، لعبها على المضمون، وبالفعل مشروع لاعب كبير بإمكانيات هجومية رائعة. هدف ثالث ليوفنتوس والثلاثة بإمضاء التركي لاعب منتخب بلاد الأناضول كينان يلدز. لاعب شامل كما قلت خالد. نوعية الأهداف اللي سجلها يعني الكلها ماهيش على نفس الطريقة، تقريبا بطرق مختلفة. شفنا الهدف هذايا العمل الكبير اللي قام به كولو مواني، يعني تمريرة بينية ممتازة دقيقة. شوف المراوغة، راوغ المدافع بوتويل بلمسة واحدة، قدر يتخلص من بوتويل، ومن ثم حتى في الزاوية المقابلة للحارس مهدي بن عبيد ما خلاله حتى فرصة وأنه يتصدى للكرة الأخيرة. ممتاز. هذه كرة داخل منطقة جزاء، والحكم بيقول لك ركلة جزاء. ركلة جزاء لليوفي، ركلة جزاء يحتسبها الهندوراسي. فلاوفيتش يتقدم ويسجل فلاوفيتش 4-1. صارت ثقيلة النتيجة، صارت ثقيلة جدا. 4-1 ركلة جزاء. أنا قلت ممكن الفار يعني يتدخل للتأكد من صحة الركلة، لكن ما فيش من الفار، وهذا اللي تسبب فيها اللاعب جيرمي فيريرا. بينما محمد أمين بن هاشم كان يتمنى ما هو أفضل، بينما اللاعب اللي يحتفل بأول هدف له في مونديال الأندية